السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ النهاردة معانا وصفة جميلة وموفرة واقتصادية وبسيطة ومش مكلفة. تسميها بقى برجر، تسميها ناجتس، تسميها بانيه. المهم معانا يعني الوصفة بتاعتنا تنفع كذا حاجة. بربع بانيه او نص او صدر فرخة. المقدار ده حسب ما يرجع لك انت الكمية دي. بس انا بقولك ب40 جنيه جبتها، وكان عندي البطاطستين والبهارات بتاعتي وعملت بيها احلى غدا. هنسمي الله ونصلي على رسولنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا معانا صدر فرخة هنرجع له، بس كان هنجيب دلوقتي بطاطستين نقشرهم نقطعهم كده مكعبات صغيرة، ونحط عليهم شوية مية بملح صغنطاطين ونحطهم على النار نسلقهم حلو، سويهم حلو خالص عشان نعرف نهرسهم وما بيبقوش باينين مكتلين في الوصفة اللي احنا هنعملها. هنحط عليهم سنة ملح ونحطهم على النار. عبال ما يتسلقوا هنقطع معانا صدر الفرخة اللي معانا ده. هنبتدي نقطعه مكعبات صغيرة او طرنشات صغيرة زي ما تقطعيه، ونضربه في الكبة زي ما هو كده من غير اضافات خالص. هنكمل الاضافات بتاعتنا بعد ما نضربه في الكبة. طبعا احنا مش هنطول عليكم ونجيبه واحنا بنضرب في الكبة، هنضربه في الكبة ونرجع لكم. بصوا بقى، بقول لكم بالكمية ديت هنعمل احلى غدا النهارده. ما شاء الله الكمية البسيطة دي هتعمل لنا كمية جميلة خالص وموفرة وكتيرة. معلش عفوا اذا كنت وقفت، كنت بكلم اياد. معلش. بسم الله الرحمن الرحيم. هنعيد من تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده سلقنا البطاطس بتاعتنا وضربنا الفراخ بتاعتنا في الكبة. هنبتدي نهرسهم كده بالهراسة، بشوكة، بأي معلقة، بإيدك، مفيش مشاكل. بس انا ما رضيتش استعمل ايديا عشان ما كانش فيه جوانتي، عشان ما الاكله بتاعتنا النهارده بتلزق كده، فمش يعني ايه، خلي ايدينا بعيد دلوقتي خالص. احنا كده خلصناها وعملناها كلها مع بعضيها اهيت. هنبتدي ولسه هنعملها تاني برضو وندمجها تاني المكونات كلها مع بعضيها. هنسمي الله. معانا بضايه واحده هنضيف عليها بضايه واحده واحده كده، وتمشي بالمقادير هتطلع معاكي في منتهى الجمال. معانا معلقتين دقيق كبار، معلقتين فيجيتار، معلقه نشا. معانا البهارات بتاعتنا: ملح، فلفل، بابريكا، كركم، كاري، كزبرة ناشفة، سنة بهارات. هنسمي الله ونضيف المكونات دي كلها ونبتدي ندمجهم تاني مع بعضيهم. الكيس اللي انا كنت بشتغل عليه وكنت هحط عليه البطاطس والفراخ ده كيس طعام عادي، يعني مش كيس عادي كده، كيس طعام بتاع الاكل، يعني مخصص للاكل او للمطبخ. احنا معانا صينيه، انا جبت يعني حته مكعب زبده صغير على زيت، ورحت يا دوب فكاهم كده وحطهم في الصينيه. عايزه تحطي زيت بس ماشي، عايزه تحطي سمنه بس ماشي، بس انا كترت شويه بحيث ان هي تطلع الريحه بتاعتها او تدي طعم برضو مع الناجتس اللي احنا هنعمله او البرجر اللي احنا هنعمله. هنجيب سنه زيت صغيره كده من فوق ونبتدي نفردها بالفراده ماشي، بايدك ماشي، بس انا هشتغل بايديا عشان زي ما قلت لكم هي كده مش هتلزق معانا. هنبتدي نقطه الزيت اللي احنا حطيناها دي مش هتلزق معانا. خليكي معانا للاخر وهنقول لك الوصفه بتاعتنا هتبقى عامله ازاي دلوقتي. لو وصلتي معانا لحد كده اعملي لنا لايك، ولو عجبكم الفيديو بعد ما نخلصه حط لنا كومنت حلو، وفعلوا زر الجرس عشان ينزلوك كل جديد. هنبتدي نسويها كده قلبها زي حروفها كلها عشان متبقاش حته فيها رفيعه وحته فيها تخينه. هنسوي اطراف الصينيه كده. طبعا التقطيعه دي حسب ما انت عايزه. بصوا بوريكم ايديا، بقول لكم انا بشتغل بايديا، يعني ايديا مش بتلزق. نقطه الزيت اللي احنا حطيناها ما بتخليش ايديك تلزق. وهنجيب السكينه بقى ونبتدي نقطعها. طبعا انت لو هتفرزيها هتحطيها على اكياس، هتحطي من تحتيها اكياس ومن فوقيها اكياس بعد ما تخلصيها، بس انا عشان عملتها في يوميها، الاكله كانت في يوميها،
فما كيستهاش بصراحة. انا حطيتها 3 ساعات في التلاجة، مسكت كده، او ساعتين حسب الفريزر بتاعك. وهنطلعها نقسمها ونبتدي نشتغل فيها على طول. انا والله بسجل معاكم وما انا عارفه اتكلم من الاحداث اللي بتحصل في فلسطين. معلش اذا كان حتى التسجيل بتاعي مش، انا حاسه اصلا ان كلامي ملخبط، بس والله غصب عني. الله المستعان وربنا معاهم يا رب، ربنا ينصرهم. كده احنا حطيناها بقى في الفريزر وطلعناها. بصوا جمدت معانا اهي. هنجيب طبق ونقلبها عليها، ما تخافيش. بصي عشان نبتدي ايه نقطعها عادي. هنبتدي نتعامل فيها كده. بصي هي جمدت معايا. تشدي فيها بقى وقطعي فيها براحتك، مش هتتفرتك منك ولا هتفك منك ولا حاجه. اهي بص الجموديه، بسم الله ما شاء الله. القطعه بقطعتها انا يعني بنقطع فيها جامد. القطعه زي ما هي، القطعه بقطعتها، مش بتفرول معانا. عايزه بقى تسويها زي ما هي، نقطه زيت كده، وتعمليها زي البرجر كده كأنها برجر فراخ، وتاكليها مع شويه كاتشب ومايونيز، طبق سلطه، طبق زيتون، براحتك. عايز شويه مكرونه جنبها وطبق سلطه برضو بدنجانتين مقليين. لو هتعمليها ناجتس تبقى برضو براحتك. ده ترجع لك انت الاكله ديت ايه، براحتك انت. احنا معانا كوبايه ميه متلجه خالص هنحط فيها. طبعا بحكم الظروف اللي احنا فيها اللبن غالي والبيض غالي، فعلى قد ما نقدر هنوفر ونخليها وجبه اقتصاديه، وفي نفس الوقت تعملي لعيالك حاجه كويسه يعرفوا ياكلوها. احنا معانا الكريسبي ده، انا كنت جايباه كان خشن، يعني انت بتضربيه في الكبه بتنعميه شويه، لان لو عملتيه خشن زي ما هو مش بيمسك في الناجتس اللي انت بتشتغلي بيه. هنبلها مره ونرجع نحطها تاني في الميه، عشان تبقى الطبقه بتاعتها بتاعت الكريسبي سميكه كده، وتبقى زيها زي الناجتس اللي احنا بنشتريه من بره. وطبعا احلى من اللي بره 100 مره، حتى لو اللي بره لونه مختلف او كده، بس كفايه ان انت الحاجه دي انت عاملاها في البيت وعارفه هي معموله ازاي. احنا هنقلي معاكم 2 دلوقتي، هوريكم بس. احنا معانا طاسه فيها الزيت، وهنحطهم يتقلوا في الزيت ونرجع لكم تاني. هذه الكميه بتاعتنا، ودول الاتنين اللي احنا عملناهم، اللي هما التيست اللي احنا عملناهم التجربه. اهي بسم الله ما شاء الله. ما اقولكوش بقى على الخروشه والطعم في منتهى الجمال، وريحه وشكل وطعم بصراحه كانت وجبه في منتهى الجمال. والله العظيم مش بقول كده عشان انا اللي عاملاها، جربوها وقولوا لي. ب40 جنيه، يعني هتحطي 10 جنيه مثلا على الحاجات اللي جنبها، وهتبقى وجبه زي العسل. لو عجبكم الفيديو حبايبي اعملوا لنا لايك، كومنت حلو، شير، وفعلوا زر الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. السلام عليكم.